آلاف اليمنيين ممن تم ترحيلهم بقرار ملكي للجارة السعودية وشكاوى بمعاملات لا إنسانية يتعرض لها المرحلين قبل وصولهم المنفذ. هي الأوضاع المعيشية والظروف الصعبة من دفعت بهؤلاء للغربة بعيدا عن الأهل والوطن، باحثين وراء لقمة عيش أراد الله لهم أن تكتب، وأراد لها البعض بمسمى قانون وضعي أن تسلب. آلاف من أبناء الوطن من رحلوا لمنفذ الطوال البري بمديرية حرض محافظة حجة خلال اليومين الماضيين، وهناك المزيد. مع بدء دخول القرار الملكي الخاص بالإقامة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بدأت خروج اليمنيين أو ترحيل اليمنيين بطريقة غير مسبوقة، حيث استقبلنا أمس بحدود 13424 مرحل، هذا على مدار 24 ساعة. المغتربين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بالخروج طواعية من المملكة لغرض تصحيح أوضاعهم. المرحلون حينما التقت بهم كاميرا السعيدة شكوا لها ما لاقوه من عناء رغم خروجهم لإصلاح وضعهم بإرادتهم. حتى احنا في الشمس 4 أيام لا أكل ولا موية، الموية نشيل منها السيل كده مدقسة، نروح نشيل منها موية ونقوم. خرجونا أول حاجة من البيوت يعني، وقالوا ما فيش عمل، وخرجنا مروحين، هبوا لنا 3 أيام مهلة على أساس نمشي حرين، وهذا يشتمك وهذا يلحقك وهذا يزبطك، وآخر طرحونا بالشمس، يعني استغنوا عن خدماتنا. المرحلون أخبرونا بأن المغترب اليمني تحديدا يحظى بمعاملة لا يحظى بها الكثير من المغتربين على اختلاف جنسياتهم، وتساءلوا عن السبب. احنا اليمنيين بالنسبة لنا ما شفنا أجانب جنبنا. البنجال أحسن منا، البنجال أحسن مننا، يقدموا لها اللحم ويقدموا لها الأكل ويقدموا لها يعني ولها الحرية، والبنجالي، ونحن العرب الأصيلين اليمنيين نهتان. يقولوا من حيث خشيتوا رجعوا، قلنا انتم قلتوا خلاص ما نبغاكم في بلدنا، نرحل الى بلدنا، افراد بلدنا يقوموا بالرجوع على منفذ الطوال الذي هو البري الذي هو قريب من منفذ جمارك حرب اليمنيه، يرجعون الى منطقه الخربوس الداخل في السجون. هذا المركز الذي امتنعت مديرته عن التصريح قدمته منظمة الهجرة الدولية بغرض تقديم الإسعافات الأولية للمرحلين، استقبل عشرات الحالات منذ تنفيذ القرار، معظمها حالات إغماء وتشنجات نتيجة تحميل باصات النقل فوق طاقتها حسب قول المرحلين. 150 حوالي 160 كذا عمل، انا واحد فوق الثاني، حتى 3 من اصحابنا بدي وصلوا خلاص اغمى عليهم. لا يومين جلس احنا بدون اكل او شرب، نشرب مويه من الوادي، مويه كده يعني سبب لنا يعني حصى في الكلى، واجيت لما نزلت هنا جيت ترحلت أنا اليوم، أنا من أمس الصباح بدون أكل أو شرب، واشرب من ذا الماء أجانا حصوة، ولأن نزلت هنا بجسمي متشنج وتعبان، سووا لي مغذية وعلاجات. فإذا ما بين مطرقة الوضع المعيشي الصعب في الوطن وسندان القانون الذي لا يرحم، يبقى السؤال المطروح: هل سيجد هؤلاء المرحلون مصدر دخل ولقمة عيش تعولهم وأسرهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم، أم سينحو الأمر منحى آخر؟ فؤاد الرزيقي لبرنامج صدى الأسبوع. نتيجة لما تشهده البلاد من انفلات أمني كبير، شهدت العاصمة